مصر القادمة في 2030 هي فيها شقين. احنا عندنا شق التنمية وشق الاستدامة. تمام. دايما التنمية دي بتتقال تنمية الموارد الصناعية الزراعية التجارية، زيادة الصادرات، ده كله تنمية المورد البشري، وده أهم مورد بنملكه جميعا، رأس المال البشري، لأن هو العامل الأساسي لتدوير كل حاجة. التجارة، الزراعة، ده أهم مورد عندنا. ممتاز. والاستدامة أو التنمية المستدامة دي إن إحنا في خلال ما بننمي ما بنخلصش الموارد المتاحة دلوقتي عندنا. لأن إحنا في أجيال جاية عندنا كتيرة لسه، في ابني وابن حضرتك وابن السادة المشاهدين، والأجيال اللي جاية جيل بعد جيل. فإحنا عايزين الاستدامة وإحنا بننمي، ما ننميش ويبقى في افتقار بعد كده في الموارد اللي عندنا، يطلعوا ما يلاقوش مورد يستخدموه فيما بعد. أيوة. فده التنمية المستدامة، من ده المصطلح أطلق عشان كده، إن هي تنمية وفي نفس الوقت مستدامة. لذلك